زي ما قلت لك، على قد ما الواحد والله فرحان وشايف ان الموضوع ليه ايجابيات، ولكن فكره التصوير كل شويه دي يعني بقت مستفزه جدا. يعني على سبيل المثال، الراجل اللي قدامك ده راجل المفروض ان هو نازل بياكل عيش، بعيدا بقى عن طريقه الشغل بتاعه. راجل بيلم مسامير، بيلم خرده، بيلم بلاستيك. انت مالك؟ انت مالك؟ مين نصبك ان انت تمسك تليفونك وتفتح تليفونك وتقعد تصور في راجل وتشهر بيه بالطريقه دي؟ يعني انت بتصرفك ده فاكر انك كده يعني بتحمي مثلا المال العام؟ يعني انت شايف ان الراجل مثلا كان بيقطع في السور او بيقطع في حاجه؟ الراجل ما عملش ده. الراجل كان بيلم بلاستيك، مسامير، اي قطع حديد ممكن يلاقيها في الارض. والحاجات دي يا جماعه في ناس كتير قوي عايشه عليها. والله العظيم في ناس كتيره جدا على فكره عايشه على الموضوع ده. عايشه على ايه؟ على الخرده. والخرده دي يعني حاجه موجوده من قديم الازل، ناس كتير شغاله فيها. لكن لما واحد بقى يطلع بدون اي داعي، يمسك كاميرا تليفونه ويبدا ان هو يصور في الراجل ده، اللي اتضح في الاخر ان الراجل ده كان نازل يلم الفلوس دي عشان يدفع بيها حاجه لبناته. يعني انا ما اعرفش طبعا ايه هي الحاجه بالظبط، ولكن هو الراجل نازل يشقى علشان بيدفع حاجه لبناته حسب ما بنته ذكرت. فانت بقى لما مسكت تليفونك، صورت الراجل، شهرت بيه، يعني الراجل كده كده باذن الله باذن الله، يعني انا واثق في شرطتنا وفي القضاء المصري انه هيطلع في الاخر الراجل ده بريء. لان الراجل فعلا ناس كتير شهدت ان هو ما عملش حاجه، ما اخدش حاجه. واللي بيحصل ده معاه، اللي ده لو اصلا تم القبض عليه زي ما معظم الصحف بتقول، فهتلاقي في الاخر ان هو مجرد اجراء بيحصل معاه، بيحققوا معاه انت كنت بتعمل ايه هنا، ايه الموضوع. ولكن الراجل باذن الله كده كده معلوش حاجه، لان الراجل فعلا يا جماعه الخضه اللي هو اتخضها دي، او منظره وهو قدام الراجل وبيقول له حاضر، يخليك تعرف ان الراجل ده ما عملش حاجه. لان في ناس بتبجح، في ناس ممكن تبلك ان هي مثلا اتصدمت من اللي هي بتعمله. لكن ده الراجل لا، كان شكله طبيعي جدا. فانت بقى على اي اساس تمسك كاميرا تليفونك وتصور؟ بصوا، انا مقتنع جدا ان حكايه التصوير دي فرقت وحلت حاجات كتيره جدا، وساعدت ان قضايا كتير احنا ما كناش بنقدر نثبتها، او بنعرف ناخد حقنا فيها. ولكن بعد التصوير قدرنا ان احنا نعمل ده، خصوصا لما حد يجي يبلطج عليك بمعنى اصح، في ركنه، في ما اعرفش ايه، فالتليفون بقى بيقدر ان هو يساعدك انك تاخد حقك. ولكن في ناس بقى بتستغل التليفون يا جماعه بشكل مستفز، لدرجه ان هو بينزل يستفزك ويخليك تطلع انت بقى خلاص رد فعلك، واول ما يحس ان رد فعلك هيبدا تلاقيه مطلع تليفونه وبدا يصورك. فباذن الله الراجل ده يخرج بالسلامه. ده لو زي ما قلت لك كان مقبوض عليه زي ما الصفحات بتقول او الصحف بتقول، اللي هي الجرايد الاونلاين. ولكن الراجل ده باذن الله ممكن تكون دي بدايه خير ليه، الله اعلم. لان خلي بالك مفيش حاجه بتحصل صدفه، فوارد ان يكون الراجل ده دي بدايه رزق ليه. لان ناس كتير بدات تسال عليه، اللي هي عايزه تساعده، عايزه تعينه في شغل، عايزه تديله مرتب كويس في الشغل ده. فيمكن الله اعلم، يعني رب ضاره نافعه. فان شاء الله ان شاء الله الراجل ده يكون دي بدايه خير ليه، وان شاء الله نشوف اخبار حلوه كمان عنه. والسؤال ليك انت دلوقتي، هل انت مع فكره التصوير اللي بقى عمال على بطال ده؟ في ناس بقى عندها اسهال تصوير، ولا شايف ان لازم الانسان يستخدمه في اطار معين بس؟